وانا صغير ما كنتش خايف من المستقبل، كنت مستني بس اكبر. كنت فاكر ان الحياة بسيطة وان بكرة جاي ومعاه كل اللي نفسي فيه. هفرح امي، هبقى فخور بنفسي، او على الاقل هعرف انا رايح لفين. بس محدش قال لنا اننا لما نكبر هنتوه بالشكل ده. كل يوم بنشوف حياة مختلفة وحلم جديد وناس باين عليهم فاهمين هم بيعملوا ايه، لحد ما بقينا نحس اننا متأخرين حتى واحنا لسه في البداية. واوقات بحس ان المشكلة مش ان الوقت بيجري، المشكلة اننا فقدنا احساسنا بطريقنا من كتر ما كنا بنبص لطرق الناس التانية. احنا طول الوقت بنشوف الناس بعد ما توصل، بس عمرنا ما شفنا خوفهم ولا حيرتهم ولا كم مرة وقعوا قبلها. فبقينا مرعوبين من الغلط، كأن اي قرار ممكن يضيع عمر كامل. واعتقد ان اخطر حاجة حصلت لجيلنا اننا بقينا نفكر كتير لدرجة اننا ما بقيناش نتحرك، واقف تحلل تقارن تخاف وتستنى اللحظة المثالية، لحد ما الوقت نفسه بدأ يخوفك وتحس ان الحياة بقت شبه امتحان كبير، وكل واحد مشغول يبص حواليه، مين سبق، مين خلص، مين عارف هو بيعمل ايه، لدرجة اننا نسينا ورقتنا اصلا واتشغلنا بورق الناس. ويمكن احنا مش خايفين من المستقبل نفسه، احنا خايفين من الشخص اللي ممكن نبقى عليه بعد سنين. خايفين نصحى يوم ونكتشف اننا بقينا النسخة اللي كنا بنهرب منها طول عمرنا. ويمكن الحياة كانت اهدى بكتير، بس احنا اللي طول الوقت بنبص حوالينا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى. طيب، الآية اللي انتوا سمعتوها دي كانت بتتردد معايا بشكل غريب قوي، وسبحان الله كانت بتحصل في الأوقات اللي أنا بكون فيها مكتئب أو عندي أسئلة كتير وبدعي ربنا ومفيش حاجة بتحصل. فاهم؟ اللي هو كنت بحسها اللي هو لا، ما تخافش، انت تعبك موجود. انت ايا كان اللي انت كنت بتعمله في حياتك، تعبك موجود. فاهم؟ كنت بحسها بتطبطب عليا كده، واكيد حد فينا حصل مع حاجة زي كده وأنت عارف الإحساس ده. سبحان الله يا جماعة كانت بتتردد معاك يعني بشكل غريب. يعني أنت مثلًا صاحي في عز نومك، داخل الحمام تلاقيها شغالة في الراديو، تمسك التليفون تلاقيها شغالة، تحصل حاجات كتير أوي في حياتك تلاقي برضه الآية دي ملازماك وودنك بتنتبه لها وقلبك بيدق أوي أول ما تسمعها. فالحمد لله يعني كنت باحس إن دي رسالة من ربنا إن هي بترد على إجابات كتير أوي في دماغي. والحمد لله. يمكن اللي أنت هتسمعه في الفيديو ده كلّه حصل معايا متوجه ليّا أكتر من أي حاجة. أنا دايمًا كنت باحس إن أنا متأخّر وإن كل العالم وصلوا وأنا في الأرض، أنا في القاع تحت، مع إن أنا في حياتي قابلت ناس كتير أوي نِفْسهم يوصلوا للي أنا وصلت له، لإن كان في حاجات كتير أوي في حياتي الحمد لله كويسة، الشيطان مش بيورّيك ده. فكنت باحس إن أنا متأخّر، مع إن إحنا صغيّرين. هو أنا مطلوب منّي وأنا في بداية العشرينات يكون معايا عربية ويكون معايا بيت ويكون أو أكون خلاص خاطب وهاتجوّز؟ ليه؟ هو بييجي لك شعور كده أنت متأخّر. طَب أنا متأخّر في إيه؟ لأ ما نعرفش. أنت متأخّر، بس متأخّر في إيه بقى؟ ما نعرفش. ليه؟ ما يعني هو الشيطان دايمًا بياخدك في كده في حتّة وِحشة، اللي هو أنت الحتّة الياي اللي في الدنيا، أنت لو مُت خلاص الكون كلّه مشاكله هتتحل. والله بجد أنا كنت مقتنع من فترة. أنا يا جماعة يعني صدّقوا إن أنا بالفيديوهات دي باحل مشاكلي النفسية، بجد. ما أظنش إن المشكلة إن الوقت بيجري، لإن الواحد دايمًا بيكون ماسك التليفون وفاضي. أنت قاعد بتشوف الشاب الصغير اللي هو عايش في مش عارف فين، والناس اللي عايشين معاهم كام، وإن فلان صرف مش عارف 100,000 في كام ساعة، وأنت ممكن يكون معاكش غير ال200 جنيه، فأنت بتحس إن أنت قليل مقارنةً الدنيا دي. بس إحنا بقينا منفتحين عن العالم زيادة عن اللزوم، فيمكن يكون ده أثّر علينا بالسلب بشكل كبير. زمان
كان ممكن تلاقي الأب يشتغل شغلانة خلاص ابنه يعني خلاص فتح محل، ابنه جاي هيمسك المحل ده شكرًا خلاص. هنا ده ما مش هاقول لك ده ما بيشتغلش، بس ما فيش التفكير الكتير، وهنا أنت بتخاف إن أنت تغلط، خايف طب تخيل بقى أنا لو اشتغلت في مش عارف إيه وخسرت أو اترفدت أو مش عارف إيه، وتبني سيناريوهات لسه ممكن ما تحصلش أصلًا. حاسس إن أنا رغيت كتير أوي. والله باحبكم يا جماعة، يعني حتى لو ما حدش اتفرّج عادي. طيب معايا فيديو لازم يخلص، تعالَ نخلّصه وبعدين نرجع نكمّل. فبيقول لهم المؤمن اخاف ازاي ورب ملك السماوات والارض فبيبص على السماوات. يعني يجي واحد يخوفني من ضيق الرزق مثلا، فانت تبص على السماوات والارض كده، اخاف ازاي يا ابني؟ يعني اللي بيطعم البشر وغير البشر من يوم خلق السماوات والارض، تيجي تقول لي اخاف انه يضيق الرزق؟ يعني يا اما انا مش عارف ربنا، يا اما انا مش موقن ان الله رزاق. بعدين يقول لي خاف مثلا من هيؤذوك، فتبص على اللي حفظ السماوات باتساعها من استراق السمع والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. يعني اللي حفظ السماء يحفظ النفس ويحفظ القرآن في آخر السورة إنه لقول فصل، سورة الحفظ سورة الطارق. فأنت لما تيجي واحد يخوفك فأنت بتنظر للسماء، يعني اللي حفظ هذه السماء وحفظني من وأنا نطفة وحفظني وأنا طفل وحفظ كل، يعني إزاي أخاف؟ فاللي بيتدبر في صفات الله زي الايات بتاعه التدبر بتاعه سيدنا ابراهيم ديت، فهيوصل لنتيجه طبيعيه. اخاف ازاي؟ هذا اللي له علاقه مع ربنا. أنا عارف إن أنتم مش شايفينّي، ولكن أنا نزلت عشان أتمشى بعد الفجر، فاللي حصل بقى يا معلم إن في كلاب كتير أوي. يا نهار أبيض! دول جايين عليّا، ربنا يستر. يا ساتر يا رب! بسم الله. طيب خلّينا نكمّل موضوعنا. فبنفضل نقارن ونفكّر كتير أوي، تفكّر طب أختار كذا والّا أختار كذا، طب أعمل كذا، طب لو عملت كذا هاخسر، طب أنا لو دخلت الكلية دي أنا ممكن ما انجحش، أنا ممكن مش عارف إيه. التفكير ده كله بتفضل تسوّف. أنا مثلًا هالِم معلومات، أنا هابدأ فيديو، أنا هاصوّر، بس أنا لو نزلت صوّرت الفيديو هيطلع وِحِش، طب أنا هاشتري إضاءة، طب أنا هاشتري خلفية، طب أنا هاشتري مش عارف إيه، هاضبّط الأوضة. عايز أقول لك على حاجة، والله يا جماعة كنت هادفع مبلغ كبير أوي وأنا مش محتاج المبلغ ده، بس أنت بتفضل تشتري في حاجات تمام، دماغك بتوديك لحتة أنا كل ما هاشتري، أنا كل ما هاعمل، أنا كل ما هيبقى معايا، كل ما أنا هابقى كويس. وده غلط. أنت لو ما بقيتش كويس بالحاجة اللي ب200 جنيه عمرك ما هتبقى كويس بالحاجة اللي ب1.000.000. بتفتكر إن القيمة أو الحاجة الغالية هي اللي هتديك النجاح أو هي اللي هتديك الحاجة اللي أنت عاوزها. أنا هاصور من مكان أعلى بس إيه، مش عارف. بس خلّيني أحكي لك يعني إن أنا كنت باصور فيديو زي ده تمام، بس إيه من كام سنة كان شكلي وِحِش أوي، كنت باقول كلام كلّه ملخبط، كنت لابس تيشيرت لونه أسود. نفسي أحط لكم الفيديو بس شكلي كان أهبل أوي، ولكن أهو بنتعلم، بنفشل، بنحاول. أهو نزلت صوّرت الفيديو بعد ما هاروّح ممكن لو كان وِحِش أو الصوت مش كويس ممكن ما انزّلهوش. ليه بتوقّف حياتك على إن الحاجة اللي أنت هتعملها غلط هي حياتك، هو ده أنت، هو ده شخصيتك، فبتفضل توجع دماغك بقى بحاجات مع إن إحنا عاوزين نعيش، عاوزين نتبسط، فإحنا بنخاف من المستقبل رغم إن إحنا صغيرين لسه يا معلم. أنت مش عليك الالتزامات ولا معاك العيال ولا متجوز 3 4 اللي أنت مش عارف تأكلهم، إحنا لسه صغيرين يا اسطى. نتبسط ونعيش ونحاول ونجرب ونفشل ونقع ونقوم ونسيب شغل ومن شغل لشغل ومن كلية لحاجات كتير أوي عادي. فيديو وِحِش نصوّر غيره، فين المشكلة؟ بنعمل اللي علينا والنتيجة مش بتاعتنا، فليه بنفكّر بالنتيجة؟ ليه الشيطان بياخدنا في حتّة لأ أنت لازم تعمل، أنت لازم توصل، أنت لازم تشتري، أصل فلان وفلان وفلان. طب ليه يا معلم كده؟ ليه هازعل؟ هازعل منّك يا اسطى. أنا بابُص حواليّا عشان في طيور كده وحاجات بتطير حواليّا، يعني بُص كده، ده في حاجات كده بتطير حواليّا تمام، بُص المكان اللي أنا قاعد فيه، حاجة كده ولا أروع. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم
والله لا يحب كل مختال فخور. انا كنت خايف من الفشل فتره كبيره قوي من عمري، كنت بفضل اكلم مشاهير، طب انا اعمل كذا، طب انا الناس ما بتسمعنيش، طب انا مش عارف ايه. كنت انزل الشارع زي كده الاقي انا مشيت نفس المشيه دي وانا رافع الكاميرا كده، تمام، وكانت كاميرا بقى بجد، ما كانش التليفون. فكان الوضع مش ألذ حاجه يعني، لان الناس هنا مش متعودين كونك يوتيوبر وبتاع، ما عندهمش الاوبشن ده، فاهم. قبل كده كنت بصور في الشارع، فمكان مش فاكر فين، فجه شخص قال لي انت بتصورني، انت مش عارف ايه، وعمل مشكله يا عم هصورك ليه يعني انت قول لي بس، انا هصورك، اديني سبب مقنع يخليني اصورك. انا مش بعمل الفيديو ده كتوعيه، انا بشارك، يعني انا بحكي معاك يا اسطى، اعتبر ان احنا خرجنا مع بعض. انا ما اخرجش مع حد عموما يعني مثلا انا لو مش معايا الكاميرا او التليفون كنت اقول له ياه لو انا كان معايا كذا، ياه لو انا مش عارف ايه، ولما يتوفروا معاك تقول لي ياه انا لو معايا كذا، فاهم الشغل اللي هو الشيطان ياخدك في حته اللي هو لا انت مش معاك، اللي في ايدك ده مش كفايه، عاوز يجوعك خليك سعران. بعيدا من المكان الجميل ده، تمام، من الحاجات، بص ده معبد برضه، يعني ايه، احنا عندنا معابد في كل حته. انا ونازل النهارده قلت لنفسي ايه، الحمد لله انك عندك اوبشن ان انت تصور في البيت او تصور في الشارع او ايا كان. زمان اول ما جيت ابدا كان حلمي، والله يا جماعه كان حلمي يكون عندي حيطه اصور وراها، فاهم، اللي هو يبقى في حيطه اصور تبقى هي الخلفيه بتاعت الفيديوهات بتاعتي. والحمد لله، شوف بقى ربنا كرمنا ببيت والبيت مش عاجبنا. الحمد لله، يعني الواحد برضو بيكون عنده طموح ان هو يوصل للاحسن، فالحمد لله ان انت عندك اختيارات، اوبشن بقى ان انت تختار احسن 1000 مرة من انت تكون مجبر. الحمد لله ان انت عندك حتى انك تختار، حرية، فاهم، بس انت اللي بتسجن نفسك، فاهم؟ ممكن تكون عادي ماسك الكاميرا زي كده تطلع، بس انت اللي محرج، عندك مرض نفسي زيي. بص البحر، يا نهار ابيض على الجمدان. جو حلو ومفيش بني ادمين، يعني فاهم، انا لما بيكون في بني ادمين كتير بتوتر، ما بحبش الاماكن العامه يعني. ان بص الواحد يحب كده يكون مستقل بحاله كده، فاهم، واخد بالك من مستقل دي. مفيش، انا وصغير كنت باجي العب انا واصحابي هنا في الحته دي بجد، يعني ايام ما كان عندي صحاب. فخليني اقول لك مفيش حاجه في الدنيا دي مضمونه، يعني نستعيد شويه الذكريات، مفيش حاجه في الدنيا دي مضمونه خالص. فهتفضل بقى تشتري في حاجات، تعمل كذا هعمل كذا عشان ابقى اوصل مش عارف، مفيش حاجه مضمونه، ممكن بعد ما تعمل كل حاجه صح وغلط وما توصلش، مفيش حاجه مضمونه. فما ما تسعاش اللي هو انا عاوز وانا كلنا عاوزين، بس ايه، خد قرار. انا مش بعمل نفسي بقى فاهم عليك وبديك نصايح وكده، ولكن انا خارج معاك بندردش، انت صاحبي، انزل اكتب في الكومنتات اللي انت عاوزه. الشمس طلعت، احنا لازم نمشي، لازم نختفي، عشان الشمس في الصعيد صعبة قوي قوي، يعني اللي هو لو انت وقفت في الشمس شوية ممكن تتحرق. وفي الآخر يمكن الحياة عمرها ما كانت مخيفة بالشكل ده، احنا بس كنا مراهقين من التفكير ومن المقارنة ومن خوفنا اننا نتأخر، لحد ما تعبنا اكتشفنا ان السلام ما كانش في اننا نوصل قبل حد، السلام كان اننا نبطل نحارب نفسنا كل يوم. فاهدى شوية وخد نفس، لسه في وقت ولسه الحياة مخلصتش. سلام.